النهارده جايب لكم عربية هنتكلم عليها من السيارات اللي حصل عليها تخفيض 250 ألف جنيه. هنعرف ايه اخر سعرها بعد طبعا الخصم ما حصل، وايه هي منافسينها في مصر، وايه كمان لو انت حابب تقارنها مع اي دولة في الخليج. ولكن ايه هي اخر اسعارها بعد ما احنا شلنا من سعرها 250 ألف جنيه بمناسبة مرور 125 سنة. العربية الأوبل جراند لاند اللي هنتكلم عليها النهاردة هي من العربيات الكروس أوفر مدمجة الحجم، وبيتم تصنيعها بالكامل في ألمانيا. ودي تعتبر من العربيات القليلة اللي عليها علامة أوبل بتتصنع في ألمانيا، لأن أنت ممكن تلاقي مثلا عربيات تانية بتتصنع في أسبانيا زي الأوبل كروسلاند أو الكورسا، أو مثلا وعربيات مثلا بتتصنع في فرنسا زي الأوبل موكا. العربية دي بتيجي للسوق المصري دلوقتي من خلال فئتين، بعد ما كانت بتنزل من خلال 3 فئات. هنعرفوا أسعارهم إيه. طبعا التوكيل بتاعها في مصر شركة المنصور للسيارات. العربية دي كان أول إنتاج ليها يا جماعة سنة 2017، وبعدين جت النسخة المحسنة في 2021 اللي إحنا شايفينها دلوقتي دي، واللي هي موجودة دلوقتي في السوق المصري. العربية بتبقى ليها منافسين أقوياء جدا: الكيا سبورتاج، الهيونداي توسان، البيجو 3008، الستروين سي 5 اير كروس اللي تعتبر أختها، كمان السيات أتيكا. العربية اللي قدامنا دي الأوبل جراند لاند مبنية على منصة مجموعة البي اس ال الفرنسية، هي نفس المنصة اللي مبني عليها العربية السترون سي 5 اير كروس والدي اس 7 والبيجو 3008، وعدد مختلف من العربيات أكيد القريبة شوية لفرنسا. العربية بتنزل بموتور تيربو 1600 سي سي 4 سلندر، قوته 163 حصان، أقصى سرعة ليها 200 كيلو متر في الساعة. نوع الفتيس أوتوماتيك اعتيادي 6 نقلات. عربية جر أمامي. الشنطة دي حجمها 514 لتر، وتقدر توصلها ل 1652 لو تنيت الكنب اللي ورا. متوسط استهلاك البنزين في العربية 7 لتر لكل 100 كيلو متر، وفي منها الكهرباء على فكرة. عربية جر أمامي. العربية دي خلوصها الأرضي 12 سنتي و3 من 10. على فكرة طولها بالظبط 4 متر 47 سنتي و7 ملي. عشان أقول لكم الأسعار أخيرا يعني، يلا بينا نتكلم في الأسعار. الفئة الأولى عاملة 1,700,000 جنيه، الفئة التانية والأخيرة عاملة 1,855,000 جنيه.